التحفة اللي داخلين عليها دلوقتي هو تمثال لرمسيس الثاني. تمثال رمسيس الثاني. التمثال ده واحد من أبرز معالم المتحف، ارتفاعه 11 متر ووزنه حوالي 83 طن، ورمسيس الثاني من الأسرة 19 وحكم مصر 66 سنة، واتولد في طيبة اللي هي اللوكسور حاليا. ورمسيس الثاني من الطراز العسكري الرفيع، قدر يقود جيشه وينتصر بيهم في معركة قادش سنة 1274 قبل الميلاد ضد الحيثيين في سوريا، وقدر يأمن حدود مصر الشمالية في سوريا وكنعان، واستقر على الحدود الجنوبية في النوبة. ورمسيس الثاني صاحب أول معاهدة سلام في التاريخ واسمها معاهدة قادش، وهو اللي أنشأ معبد أبو سمبل. التمثال ده واحد من تماثيل الملكة حتشبسوت، وهو من الحجر الأحمر. تم العثور عليه في معبدها الجنائزي في الدير البحري. التمثال ده ارتفاعه 270 سم وعرضه 84 سم. بالرغم من ان حتشبسوت ست، لكنها دايما كانت بتحاول تظهر بمظهر الرجل عشان تحافظ على الحكم وتعمل لنفسها هيبه. بعض تماثيلها هتلاقي عندها لحيه، وده كان بامر منها للعمال وهم بينحتوا التماثيل عشان تبان برضه كرجل. حتشبسوت على عكس غيرها من الملوك كان عصرها عصر سلام، وده لانها كانت بتعرف تسايس امورها مع الكهنه. كمان اشهر الرحلات والبعثات التجاريه كانت في عصرها، يعني تجرت مع بلاد بونت واستوردت منهم البخور والذهب واشجار المر والعاج، ووسعت تجارتها مع النوبه وسوريا وفلسطين وجزر البحر الأحمر، وكل ده متوثق على جدران الدير البحري. راس تمثال اخناتون. اسم الولادة أمنحتب الرابع، وهو ابن الملك أمنحتب الثالث والملكة تي، واتجوز من الملكة نفرتيتي وخلف توت عنخ آمون. اخناتون عمل ثورة دينية دعا لعبادة إله واحد بعد ما كان كل طائفة بتعبد إله معين. يعني مثلا في هليوبلس كان منتشر عبادة رع اللي هو الشمس، أما في طيبة كان منتشر عبادة آمون اللي هو الإله الخف، وكان دول وقتها أشهر الآلهة. قاموا الكهنة موحدين الآلهة دول وبقى اسمه آمون رع. جاء اخناتون وقال بلا آمون بلا رع. المركب اللي يسوقها رئيسين تغرق، هو إله واحد وكلكم هتعبدوه واسمه أتون، وأتون هو قرص الشمس نفسه. ومسكتش اخناتون لحد هنا، نقل عاصمة الحكم من طيبة لأخيتاتون المدينة اللي بناها جديد، وأخيتاتون بمعنى مكان شروق الشمس، وبناها وقتها بسبب خوفه من الكهنة واللي كان ممكن يعملوه. وفعلا حصل انقلاب عليه ومسك ابنه توت عنخ آمون الحكم بداله. تعال بقى للجمال والروعة دي. قناع توت عنخ آمون. الاسم الحقيقي توت عنخ آتون، وهو ابن الملك اخناتون. مسك الحكم بعد ما الكهنة عملوا ثورة على ابوه، واول ما مسك الحكم رفع شعار لن اعيش في جلباب ابي، ورجع آمون هو اله الدولة، ورجع العاصمة تاني لطيبة. وقتها ما كانش هو اللي بيحكم بحكم سنه ل9 سنين، وكان مساعده حور محب وآي هما اللي بيحكموا، ومات وهو عنده 18 سنة غالبا بسبب حادثة، لان الاشعة المقطعية بتقول ان هو تعرض لاصابات وسكتة دماغية. وكان أول ملك نعثر على مقبرته كاملة، وده ساعدنا في فهم الحياة الملكية عند القدماء المصريين.